السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايبي؟ ايه اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده دايما كويسين وبخير وبصحة وبسعادة كده يا رب. وكده ويلا بقى كده نصلي بينا على النبي ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والنهارده كده يوم مش عادي. النهارده طبعا احنا كنا معزومين كده يا جماعة عند اخت جوزي. كنا يعني كانت عازمانا النهارده كده على اكلة سمك زي ما انتوا شايفين كده. واكلة سمك مش عادية يعني فوق السطح كده زي ما انتوا شايفين. فطبعا كل يومنا كان فوق السطح. طبعا احنا كنا فضلنا كده قاعدين فوق السطح من اول الصبح لغاية بالليل. فطبعا كنا نضفنا السمك وقليناه وكلناه برضه فوق السطح، يعني مش عايزه اقول لكم يعني. فضلنا فوق السطح كده لغايه بالليل وكان يوم جميل جدا، واقول لكم على التفاصيل والحاجات الحلوه اللي كانت في اليوم بتاعنا ده. طبعا اول ما ابتدينا كده طبعا كنا قاعدين فوق السطح، مسكنا كده السمك بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده نضفناه. كنا جايبين سمك بولتي وكنا جايبين سمك باغا زي اللي انتوا شايفينه ده. ونضفنا كده الاتنين. فطبعا احنا كنا جايبين زي حلل كده فيها مية، وكان في حنفية يعني فوق السطح، فكنا بنملى بقى الحلل دي كده وننضف السمك بتاعنا ده. طبعا اللي كانت قاعدة بتنضف السمك دي كانت اخت جوزي. هي يعني كانت بقى عليها تنظيف السمك، واحنا بقى ايه قليناه وعملنا بقى الرز والكلام ده. مش عايزه اقول لكم كان يوم جميل جدا والله بجد. واليوم طبعا اللي بيبقى فيه لمه ده وكده بيبقى يوم جميل جدا. وطبعا ده كده يا حبايبي السمك بعد ما نضفناه. طبعا كنا منضفينه كويس جدا. انا كنت بفتح لكم السمك كده بوريه لكم يعني من جوه ان هو مش عشان ان احنا نضفناه يعني فوق السطح ولا كده يعني. كان نضيف جدا زي ما انتوا شايفين كده، ما كانش فيه اي حاجه. زي ما انتوا بقى شايفين كده يا حبايبي نضفنا كل كمية السمك بتاعنا. وطبعا كنا منضفين السمك البلطي، فهي كانت قلنا يعني ننضف السمك التاني. ونضفنا بقى كل كمية السمك. طبعا كنا حاطين السمك البلطي لوحده وحاطين السمك اللي هو الباغا ده كده في طبق لوحده. وحطينا مية كده وشطفناه كويس جدا، وهوريهولكوا برضو بعد ما ننقعه كده في ملح وليمون وخل. هنفضل نعقينه كده شوية عقبال ما نعمل الخلطة بتاعتنا. طبعا كنا قاعدين بقى قشرنا توم كتير يعني. قشرنا حوالي بتاع مثلا 5 رؤوس توم كده. علشان السمك بتاعنا طبعا ما شاء الله الله اكبر كان كتير، فاحنا قشرنا توم كتير. ونضفنا السمك كويس جدا زي ما انتوا شايفين برضو كده. وهوريكم برضو كل حاجة دلوقتي خطوة بخطوة. ومش عايزة اقول لكم بقى يا ريت يا ريت ان احنا في الشتاء. طبعا انتوا عارفين ان احنا اليومين دول في الشتاء. ويا ريت طبعا انتوا عندكم اطفال، فيا ريت السمك لما تجيبوا سمك يعني وتعملوه. فيا ريت تاخدوا بالكم كويس جدا ان انتوا بعد اصلا السمك ده. لو عندك اطفال ولا حاجه بعديها على طول عصير ليمون. تشربي ولادك عصير ليمون يعني عشان لو ما عندهم برد ولا اي حاجه السمك بيظهر البرد عند الاطفال. فطبعا عصير الليمون هيديهم مناعه. وطبعا بصل والكلام ده طبعا مع السمك لازم. يعني انتي عايزه تاكلي ولادك سمك في الشتاء عادي واكليهم براحتك وكل حاجه، بس اهم حاجه عصير الليمون ده بعد اكله السمك. و... وكده يعني. وده طبعا يا حبايبي الثوم. كميه الثوم احنا كنا مقشرين راسين، وبعد كده كان فاضل 3 روس يعني كنت بوريهولكوا. هنقشر كل كميه الثوم دي. وهنعمل بقى تتبيله السمك. مش عايزه اقول لكم على تتبيله السمك دي خرافه وجميله جدا يعني. احنا متعلمينها من اخت جوزي كده. هي كانت ماسكه الثوم ده كله الكميه دي كلها مع فلفل اخضر مع ليمون. وطبعا توابل وفلفل اسود وكمون وملح وكزبره. مسكت كل ده كده فرمته في قلب الكبه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى بتحب هي تحشي السمك بتاعها قبل ما بيتقلي في الزيت. يعني انا عامه انا لما بحب اقلي السمك بحب اقليه الاول وبعد كده بحشيه. هي بتحب تحشيه الاول بعد كده بتقلي. كل واحد بقى ايه وحسب راحته يعني. بس هو الصراحه كان طعمه جميل جدا وتسلم ايديها يا رب. مسكت بقى مسكنا كده طبعا كل السمك تبلناه زي ما انتوا شايفين كده ني كان لسه يعني متحمرش. وحطيناه كده في حله كبيره. كنا طبعا كلنا كده بنعمل مع بعض وبنساعد بعض. وقالنا كده السمك فوق السطح كان يوم جميل جدا. وعايزه اقول لكم كان يوم مختلف ويوم حلو يعني. وطبعا عملنا العجينه بتاعتنا الجميله اللي انتوا شايفينها دي. العجينه دي هي متعلماها مني يعني. فطبعا دي كانت عباره عن دقيق وعليه ميه وتوابل ومعلقتين توم كبار. دول كلهم كده في قلب بعض وقلبناهم كده في قلب بعض فتبلنا كده السمك بتاعنا. كنا بننزل السمكة كده في قلب التتبيلة دي. طبعا كان الزيت سخن جدا. واول ما بتنزلي بقى في السمكة كان بتبقى حمرا كده وجميلة. هوريها لكم برضو دلوقتي شكلها وطعمها يشهي بجد والله.
طبعا هي بعد ما حمرنا طاسه كده نسينا ان احنا نحط الكركم ده. عايزه اقول لكم ان هو لما بيتحط في العجينه بيعمل لون جميل جدا كده للسمكه، بيخليها لونها ذهبي كده وشكلها جميل قوي. فطبعا هي افتكرت يعني بعد ما عملت طاسه كده فعادي يعني مفيش مشكله. فرحنا حاطين بقى كده شويه الكركم اللي انتوا شايفينهم دول كده في قلب الخلطه بتاعتنا. طبعا الخلطه دي زي ما انا قلت لكم هي عباره عن دقيق وعليه ميه ومعلقتين توم كبار وتوابل من كل التوابل اللي انتي حطيتها في التوم. كل ده احنا بنحطه في قلب التتبيله دي، فبتخلي طعم السمك بجد جميل جدا وتحفه وفيه طعم من كل النواحي ومن جوه وكل حاجه. ونزلنا كده بالسمك بتاعنا كده في قلب الطاسه والزيت المغلي اللي انتوا شايفينه، وحطينا كده السمك كده يستوي بقى براحته كده في قلب الزيت. وبعد كده هوريهولكوا برضو واحنا بنقلبه. مش عايزه اقول لكم كان شكله جميل جدا ما شاء الله، الله اكبر يعني. وبعد كده يا حبايبي جبنا صينيه كبيره كده، وطبعا طلعنا السمك بتاعنا. بصوا شكله جميل جدا ازاي، عامل ازاي مقرمش وجميل قوي. وطلعنا كده كميه السمك بتاعنا في الصينيه دي. طبعا احنا كنا بنوزعه كده في الصينيه علشان ما يبقاش على بعضه ويطرى يعني، كنا عايزينه يفضل مقرمش ونشف زي ما هو طالع من الزيت. فمسكنا بقى صينيه كبيره كده طبعا، وكنا بنطلع في قلب الصينيه دي كنا بنفرشه في قلب الصينيه دي كده، وبنخلي كل واحدة بعيدة عن التانية يعني عشان تفضل ايه زي ما هي مقرمشة وحلوة. وكنا بقى بننزل كده كمية السمك زي ما انتوا شايفين ونحط كده على طول في الزيت. مش عايزة اقولكوا والله بجد يعني انتوا اعملوا الوصفة دي. العجينة بتاعت السمك دي بتعمل ايه يا جماعة؟ اول حاجة الزيت بتاعك ما بيتحرقش منك بسرعة. تاني حاجة السمك بتاعك بيطلع مقرمش وجميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. وطعم القشرة بتاعته بتبقى تحفة قوي يعني، في ناس بتحب القشرة بتاعت السمك. بيبقى طعمه جميل جدا ومتبل كله من جوه ومن بره. وطبعا انتي اوريدي يعني حاطه تتبيله، واحنا برضو بعد ما بنطلعه بنحط برضو على وشه تتبيله تاني. ده كده يا حبايبي السمك بتاعنا بعد ما بيطلع من الزيت. بصوا شكله جميل جدا ولونه ذهبي كده وشكله مقرمش. اهم حاجه القرمشه بتاعته دي، مش عايزه اقول لكم على قرمشته جميله جدا. وكان بيخروش كده وشكله جميل قوي زي ما انتوا شايفين. فالخلطه بتاعتنا اللي انا بقول لكم عليها دي اللي بتخليه عامل كده، بتخليه مقرمش وحلو كده. والزيت بتاعك ما بيتحرقش بسرعه. وبيكم يعني ممكن كمية السمك اللي انتوا شايفينها دي كلها احنا قليناها بإزازة زيت واحدة يعني. لو انتي بقى هتقلي بالطريقة العادية بتاعتك ان انتي بتحطي السمكة في قلب الدقيق كده وتنفضيها وبعد كده بتحطيها، ده مش هتكفيكي 3 ازايز. الطريقة دي يا حبايبي بتخلي السمك بتاعك بيبقى شكله جميل جدا ومقرمش وطعمه حلو. وفي نفس الوقت ايه ما بتهدريش زيت كتير يعني، هي ازازة واحدة على كل كمية السمك اللي احنا عملناها دي ما شاء الله يعني الله اكبر. والسمك بتاعنا كان طالع جميل جدا وشكله شهي زي ما انتوا شايفين كده ولونه ذهبي كده وجميل. طبعا معلقه الكركم اللي احنا حطيناها في دي هي اللي بتخلي لونه ذهبي كده وجميل زي ما انتوا شايفين. وطبعا بقى طبعا بعد ما بنطلعه كده هو سخن فردناه كده على الصينيه، رحنا حاطين بقى ايه بقيه التتبيله بتاعتنا اللي هي فاضت يعني. فمش عايزه اقول لكم بقى يا جماعه اهم حاجه بس ايه الليمون. اهم حاجه الليمون بعد اكله السمك دي، علشان انتوا طبعا عارفين بقى ايه لو حد عنده برد ولا اي حاجه وبالذات اطفالك يعني. فممكن السمك ده هو ممكن يكون عنده برد ومش باين، فالسمك بيظهر البرد اللي عنده. فانتي ايه يا حبيبتي ساعه ما تعملي سمك لولادك اهم حاجه كوبايه عصير الليمون بعد السمك. طبعا احنا ما عملناش طبعا للكبار يعني، احنا عملنا للاطفال بس عصير ليمون. احنا عملنا بقى حاجه تانية هوريها لكم دلوقتي. كانت في اخر اليوم كده، طبعا كان الليل خلاص بيليل علينا زي ما انتوا شايفين، حتى النور خلاص بقى اللي هو بتاع الشمس خلاص كان بيروح. فطبعا احنا بقى فضلنا لغاية بالليل كده فوق السطح. برضو كان يوم جميل جدا ما شاء الله يعني، ربنا يسعد الجميع. ومسكنا بقى كده السمك بتاعنا كله بعد ما قلينا كده كل الكمية بتاعتنا. نزلنا كده ببقية التوم زي ما انتوا شايفين كده طشطشنا عليه التوم. وهنقدمه دلوقتي بقى كده في الصينية بتاعتنا، هوريكم دلوقتي هنقدمه ازاي. وبعد ما خلصنا كده يا حبايبي بقى وعملنا بقى الاكل بتاعنا الجميل ده وحطيناه كده في الصينيه بالطريقه اللي انا هوريها لكم دلوقتي، عملنا بقى حاجه جميله جدا. ولعنا بقى كده جبنا طوبتين وحطينا كده ولعناهم كده فوق السطح يعني. وحطينا بقى تحتها كده خشب وولعنا كده وعملنا بقى كانون صغير حاجه كده يعني، في الفلاحين بيقولوا عليها اسمها كانون. هو كانون صغنن كده ولعناه، غير ما رضيناش نعمل على الشعلة اللي احنا قالين عليها السمك، عملنا كانون صغنن كده. وعملنا بقى عليه شاي، مش عايزه اقول لكم بقى على شكله وطعمه وريحته. يعني ريحه الخشب كده هو بيتحرق
وطبعا قعدنا بقى عملنا شعلة كده، يعني عملنا زي ولعة كده فوق السطح، اتدفينا طبعا انتوا عارفين الدنيا شتا، ولمينا بقى كده العيال حواليها بعد ما اتعشينا، وعملنا بقى الشاي الجميل ده بالنعناع. مش عايزه اقول لكم طبعا حبسنا يعني، كان حاجه جميله جدا يعني، وكان يوم جميل جدا. وده بقى السمك بتاعنا يا حبايبي كده، واحنا بنرصه بقى علشان نحطه بقى كده وناكله. فاحنا كنا عاملينه كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا احنا كنا عاملين كذا صينيه، بس انا حبيت يعني اوريكم صينيه واحده من اللي احنا عاملينها. مسكنا الرز كده كبيناه في النص، ورصينا كده السمك حواليه، وحطينا المعالق وطبعا كنا خابزين طبعا عيش طري، عيش بلدي يعني بتاعنا الجميل ده، كنا خابزين عيش طري كده وحطيناه كده مع السمك. وبالهنا والشفا يا حبايبي على قلبكم. ويا ريت يا ريت اللي عاجبه القناه بتاعتي يشترك لي كده في القناه، يفعل لي الجرس، ويعمل لي تعليق حلو كده بجد والله. تعليقاتكم دي بتهمني وبتشجعني ان انا انزل فيديوهات تاني. وده كده يا حبايبي السمك بتاعنا بعد ما خلص، بالهنا والشفا. و... ويا ريت تشتركوا لي في القناه، وتعلقوا لي كده على تعليق حلو، وتفعلوا لي الجرس، وتعملوا لي لايكات كتير بالله عليكم، انا عايزه لايكات كتير. وده الشاي بتاعنا بقى يا حبايبي كده. طبعا انا حبيت برضه اوريكم الشاي بتاعنا واحنا بنعمله كده. طبعا كنا جايبين برطمان نعناع زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي كان عايز يشرب بالنعناع او يشربه ساده، بس انا عايزه اقول لكم انه اللي بالنعناع ده بيبقى طعمه جميل جدا. وولعنا بقى كده طوبتين زي ما انتم شايفين، حطينا كده في قلب الطوبتين دول شويه خشب ورق، وولعنا وحطينا بقى البراد بتاعنا كده، وشربنا بقى كوبايتين شاي كده في الخمسينة بعد الاكل. مش عايزه اقول لكم كان يوم جميل، ربنا يسعدكم يا رب. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتعملوا لي تعليق حلو كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.